اكتر الخدع اللي دماغنا بتخدعنا بيها ان عشان ارسم لازم يبقى الجو جاهز وان عندي وقت كبير اقدر ارسم فيه. لكن في الحقيقة وفي الواقع ان دماغنا بتخدعنا بالموضوع ده عشان نكسل وما نعملش الحاجة اصلا. فبدل ما تقول انا محتاج وقت طويل، ادي لنفسك وقت صغير، 5 دقايق او 10 دقايق الموجودة ما بين مثلا حاجتين بتعملهم او ما بين اوقات انتظار. وقرر ان انت هترسم خلال الوقت ده ايا كانت النتيجة هتبقى عاملة ازاي. ساعات كتير بيبقى عندنا اللي هي الأوقات البينية أو الان بتوينز اللي هي ما بين حاجات أو ما بين تنقلات أو ما بين أعمال يومية، بيكون فيها جابس صغيرة. الجابس دي ممكن تكون كافية جدا إن أنت ترسم حاجة وتطلع كويسة. أنا ساعات كتير بيكون عندي وقت وولادي في التمرين، فبستغل الوقت ده إن أنا أرسم أي حاجة موجودة حواليا من الناس الموجودين أو المناظر الموجودة حواليا. حتى لو أنا جوه البيت، باخد وقت ما بين أو ساعات وأنا شغالة في المطبخ لو في حاجة مستنياها باخد السكتش بوك وارسم اي حاجة بسرعة، لان ممكن يبقى اليوم مليان وما يكونش عندي وقت خالص ان انا اقعد. لو استنيت الوقت اللي انا هبقى فاضيه فيه واقعد غالبا مش هرسم خالص. فمن اكتر الحاجات اللي بتفرق معايا وبعملها تقريبا مش في الرسم بس في كل حاجه هي استغلال الاوقات البينيه واستغلال الاوقات الصغيره، وان انا ما استقلش ابدا بال5 دقايق او بالدقيقه او مهما كان الوقت ده قليل. فهو فرصه ليا ان انا ممكن استغله واعمل فيه حاجه بدل ما افضل مستنيه وما اعملش حاجه خالص. رابع حاجة اتعلمتها هي اني اقلل توقعاتي، واني اتقبل ان مش لازم كل صفحة برسمها في السكتش بوك بتاعي ان هي لازم تبقى كاملة ومثالية. لا، هي مش لازم ده سكتش بوك، ده مساحة حرة ليا ان انا اجرب واتعلم حاجات واجرب حاجات جديدة واشخبط واجرب ماتيريال او خامات جديدة. في صفحات ممكن تبقى فيها السماحية ان هي تكون كاملة، وفي صفحات ممكن تبقى مجرد تسجيل لأفكار أو سكتشات سريعة أو مجرد أوتلاين بسيط. لأن هو في الآخر هي مساحة أمان ليا أو لأي حد بيستخدم سكتش بوك. السكتش بوك ميزته الأساسية إن هو مساحة حرة لأي فنان أو رسام إن هو يعبر فيها بصرف النظر عن النتيجة النهائية هتبقى إيه. بس في الآخر هو السكتش بوك على بعضه